مرحبا أصدقاء حالمة الأسترالية لامينغتون. اليوم رح نسوي كيكة عبارة عن كيكة اسفنجية تغمس بصوص الشوكولاتة وتغطى بجوز هند، خفيفة ولذيذة جدا. والآن نبدأ بالمكونات. أول شيء نحتاج 3 بيضات بحرارة الغرفة. رح أضيف عليهم نص كوب سكر ورشة فانيليا. وبعدها نخلطهم لحد ما يتضاعف حجم البيض ويكون لونه أفتح. بعدها راح أضيف كوب دقيق أبيض بالتدريج، وهذا الجزء الأول من الدقيق. ونخلطهم، ثم نضيف الكمية الثانية. وبعدها راح أضيف نص كوب حليب. نخلط مرة ثانية. أضفت 20 جرام أو ملعقتين كبار زبدة مذابة. نخلط المكونات ونضيف عليهم ملعقة صغيرة باكينج باودر ورشة ملح. نخلط المكونات آخر مرة لحد ما يتجانس الخليط، وهذا قوام خليط الكيك. راح نجيب أي قالب ندهنه بزيت، ثم نضيف خليط الكيك في القالب. نسخن الفرن على درجة حرارة 180 ونترك الكيكة لمدة 25 إلى 30 دقيقة. وبعد ما تستوي الكيكة نتركها تبرد بحرارة الغرفة، وبعدها ندخلها الثلاجة. ضروري تكون باردة. ورح نستغل هذا الوقت بتحضير صوص الشوكولاتة. رح أضيف نص كوب سكر بودرة، ربع كوب كاكاو بودرة غير محلى، ورشة ملح وفانيلا، وملعقة كبيرة زبدة أو 10 جرام. وأخيراً رح نضيف نص كوب حليب بارد. نخلط المكونات ونتركهم على النار، ولازم على نار هادئة جداً، ونحركهم باستمرار. وأول ما يذوب السكر ويصير الصوص سائل وناعم نرفعه فوراً. المهم إن ما يوصل لمرحلة الغليان. وهذا قوام الصوص، مو ثقيل ولا خفيف. قطعت الكيك بشكل مربعات. شوفوا شكل قطعة الكيك كيف إسفنجية وخفيفة. رح أضيفها في خليط صوص الشوكولاتة. نغطيه من كل الاتجاهات. بعدها في صحن تاني يكون فيه مبروش جوز هند، نغطيه بشكل كامل فوق طبقة الشوكولاتة. وهذا شكلها. رح نسوي باقي قطع الكيك الباقية بنفس الطريقة. نغمسها بالشوكولاتة مباشرة، وبعدها نغمسها بجوز الهند. وطبعاً صوص الشوكولاتة يكون دافئ أو بارد، والكيكة تكون باردة ضروري.
شوفوا شكلها مرتب وحلو وطعمها جداً لذيذ وخفيفة. وهنا شكلها من داخل. شوفوا طبقة الكاكاو وجوز الهند. محبين الكاكاو وجوز الهند ضروري تجربوها، خفيفة ولذيذة وحلو. إن نجرب حلويات من دول مختلفة، اقترحوا لي في التعليقات دولة حابين أسوي أكثر حلا مشهور عندهم. أتمنى عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات. مع السلامة.